السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، فيديو جديد، موضوع جديد. في هذا الفيديو هذا حيت بزاف ديال الإخوة كيسولوني شنو نقدروا نوكلوا الوليدات الصغار، مثلا الإخوة اللي كيبغيو يدريسيو الفريخات الصغار، مثلا ديال الحسون ولا ديال الهجين ولا ديال الكناري ولا أي نوع ديال الطيور، وتيسولوا على شي خلطة اللي نقدروا نستعملوها كبديل لهاد الخلطات هادو اللي كيتباعوا جاهزه، بحال الافانتيان، بحال نيتريبورد، بحال بزاف ديال الخلطات اللي كيتباعوا واجدين. حيت الله يحسن العوان كاين اللي كيجيوه غاليين، كيسول على خلطات مثلا طبيعيه اللي نستعملوها مثلا وتكون رخيصه في الثمن وكتكبر لينا الوليدات مزيان. اذا الاخوان نبداو على بركه الله. بالنسبه للاخوان، الخلطه اللي انا جربتها من قبل ونجحات معايا غادي نشاركها معكم بالتفصيل. غنمشيو الاخوان اول حاجه الطيور، الفريخات الصغار اللي تنبغيو نعزلوا على والديهم، من الاحسن يكونوا في ديك 6 إلى 7 أيام الاولى. يعني مثلا النهار اللي كدير لهم البيقان، سواء في النهار السادس ولا السابع ملي كتبغي تباقي الفريخات ديالك، تما هذاك هو الوقيته الا بغيتي تعزلهم باش دريسيهم ولا باش تحفظهم، ولا المهم الاسباب تتختلف، كل واحد وعلاش كيعزلهم على والديهم. الغرض من اللي عندنا حنايا هو في هذه الوقيته هذه عزلتي الفريخات شنو اتوكلهم. اذا الاخوان انا نشارك معكم واحد الوصفه كبرت بها سواء حسون ولا كناري. اذا الاخوان سواء حسون ولا كناري ولا حتى الهجين. اذا الاخوان هذه الوصفه هذه شنو تتكون؟ نفس المقدار ديال البراقه ولا الزوان، ونفس المقدار ديال الميلونج. بحال مثلا تشد كاس ديال الزوان وكاس ديال الميلونج، تجمعهم بجوج، طحنهم مزيان وتغربلهم مزيان وتخليهم على جهه. هذه هي الخلطه اللي غنبقاو نستعملوا. شنو غنبقاو نزيدوا عليها الاخوان؟ غنبقاو نزيدوا عليها الصفر ديال البيض. يعني فين ما دير تبغي توجد لهم الخلطه، ضروري تكون عندك بيضه مسلوقه وتخدم بها مع الخليط ديالك. بحال مثلا تشد فضلاج هذا كيبغيو الفريخات ان ديك الماكله تتكون بحال جاريه شي شويه، يعني ماشي بزاف ولكن شويه، يعني ماشي بحال في حيت فاش يفوتوا الفريخات ديك ال5 ايام الاولى فهنا تولي عندهم الهضم مزيان. اذا كما قلنا الاخوان، تحاول دير مثلا معلقه صغيره، تزيد معها واحد 2 معلقات ديال الماء بحال هكاك، تشوف الخليط ديالك كي داير، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش قاصح. تزيد عليهم واحد شويه ديال الصفار ديال البيض، تخلط داك الشيء مزيان وكل به الفريخات ديالك. ومره في الاسبوع ولا 2 مرات ديال في الاسبوع، سوا دير معاه زيد معاه شويه ديال العصير ديال الخيار، العصير ديال الخيار غير بالماء، شدو طحنو غير بالماء وزيدوا مع داك الخليط، ولا زيد معاه شويه ديال الخس، ديروا في شويه ديال الماء وحاول بحال تدقوا شويه حتى يطلق داك الخضوريه ديالو، وخلط به وكل به الفريخات ديالك. كنظن هكا هاد الخلطه هادي انا جربتها شخصيا وممتازه وكتطلع الوليدات مزيانين. غير الماء اللي تبغي تخلط به ديك الخلطه يكون دافي واحد شويه. ونتمنى نكون ما طولتش عليكم. الى عجبك الفيديو خلي شي كومونتير زوين وشي جيم، نتلاقاو في فيديو جديد.